السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ فدوى ام علاء. اليوم جيت نحضر معكم وجينا نشاركوا جميع تاكوس في المقلاة بدون آلة بانيني بواحد الحشوه اللي كتجي رائعه. غير تبعوا المراحل ديالها من الاول حتى الاخر وغادي ينجح معكم. ولاول مره كينضم القناه ديالي يدير الاشتراك وتفعيل الجرس باش يتوصلكم كل جديد. وكنشكر الناس اللي كتدعمني ودائما كتتبع القناه ديالي. كنشكرها جزيل الشكر. ما نطولش لكم بزاف، ندوزو المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. عندي في المقادير عندي معلقه كبيره ديال سكر حبيبات، شويه ديال الملحه، وعندي راس معلقه ديال الخميره ديال الحلوه، وغادي نحتاج 4 ديال الكؤوس ديال الماء و3 الكؤوس ديال الدقيق الابيض، وغادي نعبرو بنفس الكأس. غادي نشد واحد الاناء وغادي نوضع فيه، غادي نعبر 4 ديال الكؤوس ديال الماء يكون عادي بارد. 4 الكؤوس. الصراحه هاد العجين عجين سائل في المقلاة صراحه كيجي رائع، وغير تبعوا المراحل ديالو من الاول حتى الاخر وغادي ينجح معاكم وغادي تستغناو على العجين ديال التاكوس اللي كتحضروا دائما. غادي نوضع سكر حبيبات وشويه ديال الملح والخميره ديال الحلوه راس معلقه. من بعد غادي نخلط بالخلاط اليدوي الكل. من بعد غادي نعبر بالكاس اللي عبرت به الماء، غادي نوضع 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق. من بعد غادي نخلط الكل بالخلاط اليدوي. كيبقى الاختيار ديالكم تخلطوه بالمولينيكس او الميكسور. المهم انا غادي نخلط غير بالخلاط اليدوي. انا كنحاول نبسط معكم الاشياء يعني اي واحد يقدر يدير هاد الوصفه بدون آلة، غير باليد ديالك. كنخلط الكل مزيان وغادي نشد واحد الاناء اخر وغادي نشد واحد الصفايه باش غادي نصفي الدقيق ديالي باش ما يبقاش ديك التكتلات والحبيبات، باش يتصفى لينا ولينا خليط متجانس. وهاد الخليط الصراحه ما كيخمر ما حتى شي حاجه. غادي نسالي بالخلط ديالو. غادي نبدا نطيب نيشان. من بعد ما صفيت الخليط ديالي هانتوما كتشوفوا الحبيبات، غادي نوجد المقلاة ديالي وغادي نبدا دابا نوجد باش نطيبو. كنوضع تقطع ليا المقطع. غادي نوضع العجينه ديالي كنطيف على شكل بغرير ولا كريب. كنوضع قليل من الزيت في المقلاة طيفال، وكنوضع الخليط ديالي بحال شكل البغرير كيجي، وكنقلب العجين ديالي ما كيشد في راسو مزيان. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجي. غير سمحوا لي التصوير شويه ناقص، كنت كنصور عي بيدي ويد وحده كنحرك بها. هانتوما كتشوفوا الصراحه دغيا كيوجد وكيتنفخ. طيب عاود درت معكم الثانيه باش تشوفوا كيفاش كتجي في الطياب ديالها وكيفاش كطيب. صراحه كتنفخ، هانتوما كتشوفوا كنبقى كنحركها وهي كتنفخ. الصراحه كتجي هاد العجينه ديال التاكوس كتجي رائعه وناجحه من اول تجربه. انا غادي نكمل الطياب ديال العجين ديالي كامل وغادي تشوفوا الشكل ديالو من غادي يطيب. غير هو غادي نوضع واحد المنديل وغنخليه حتى يبرد شي شويه عاد نجمعو باش ما يتعجنش ليا.
من بعد ما طيبت العجين ديالي كامل، كنت خليته هكا مفرق حتى برد، عاد جمعته. هانتوما كتشوفوا كيفاش كيجي. الصراحه كيجي ناجح وكيجي خفيف ورقيق، تقريبا بحال شكل الكريب. كيجي الصراحه كيجي زوين، ويعني عملي كتخدمي باي طريقه. هانتوما كتشوفوا كيتطوى بسهوله. نتوما كتشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي ناجح ورائع صراحه. غادي تستغني على العجين ديال الطاكوس وغتولي هذه عندك معتمده. دابا في هاد اثناء هادي غادي نوجد الحشوه ديالي اللي غادي نوضع في الوسط ديال الطاكوس. عندي في الحشوه عندي واحد بصله كبيره شلطتها، وعندي صدر ديال الدجاج. غادي نشرمل الدجاج ديالي، غادي نحك واحد 2 فصوص ديال الثوم، وغادي نعطر هاد الدجاج هذا. غادي نوضع الدجاج ديالي وغادي نعطرو. غادي ندير شويه ديال القزبر ومعدنوس مقطع، وغادي نوضع شويه ديال السكنجبير، شويه ديال التحميره، شويه السودانيه، شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم، شويه ابزار، وغادي نوضع شويه ديال السحتر. صراحه كيعطي واحد المذاق زوين هاد الحشوه هادي. وغادي نوضع واحد المعلقه ديال زيت الزيتون، وغادي نوضع شويه ديال الملح. كنتقطع ليا المقطع وما صورتش الملحه وشويه ديال السحتر، وكنخلط الكل وكتجي بهذه الطريقه. بديت واحد المقلاة وضعت فيها شويه ديال زيت الزيتون وحطيت البصله ديالي حتى تشحر وغادي تطيح. من غتبدا تطيح البصله غادي نوضع فيها الدجاج وغادي نخليهم حتى يطيبوا. من بعد ما طاحت ليا البصله وضعت الدجاج ديالي. هانتوما كتشوفوا من غادي يطيب وغادي يوجد، غادي مباشره غادي نوجد تاكوس. من بعد ما طابت ليا الحشوه غادي نحتاج في الحشوه ديال الطاكوس موتزاريلا، زيتون مقطع، وهنا درت تقريبا 2 معالق ديال مايونيز، 2 معالق ديال الكاتشوب، وشويه ديال الهريسه، غادي ندير بطاطا فريت وديك الخلطه اللي طيبت معاكم البصله والدجاج. شفتوا الطريقه ديالها كيفاش كتجي. دابا غادي نعمر الطاكوس ديالي. غادي ندير الصلصه لتحت، وكتبقى الصلصه اي صلصه بغيتو. انا كتعجبني الصراحه كندير الكاتشوب والمايونيز والهريسه، كتعطي واحد المذاق لي زوين. من بعد كنوضع الحشوه ديالي. هذه الحشوه الصراحه كتجي رائعه وبنينه وسهله ومتواجده يعني في اي مطبخ متواجده. يعني كنحاول ندير معكم شي حاجه اللي بسيطه اللي اي واحد يقدر يديرها. من بعد كنلف بهذه الطريقه هذه على شكل الطاكوس، كيجي بهذا الشكل هذا. غادي ندير معكم ثانيه وتشوفوا الشكل ديالها. كنوضع عاوتاني الصوص في الوسط. من بعد كنوضع الحشوه ديال الصدر ديال الدجاج والبصله. كنوضع الزيتون مقطع والفريت والجبن، وكنلف بهذه الطريقه هذه. غادي نستمر انا حتى نكمل وغتشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي في الاخر. من بعد ما وجدتهم كاملين دابا غادي نبدا نطيبهم. شد واحد المقلاة كنوضع فيها شويه ديال الزيت، وكنبدا هاد الزيت هذا الدور ديالو كيحمر ليا الوجه ديال الطاكوس. هو الصراحه هو اصلا محمر، ملي غادي يتحمر غادي يعطيها واحد اللون اللي زويون، والشكل ديالو كيجي رائع. غادي نقلبهم من غيطيبوا. كنبقى نحرك فيهم حتى كيطيبوا كيتحمروا. هما اصلا طايبين يعني كيتحمروا صافي كياخذوا داك اللون ديالهم. كنستمر بهذا الشكل هذا حتى كيطيبوا. هانتوما غتشوفوا الشكل ديالهم من غادي يطيبوا. صراحه كيجي الشكل ديالهم زويون، والصراحه الطريقه ديالهم سهله ودغيا كتوجد.
غير جربوا هاد الوصفة، صراحة كتجي رائعة ولذيذة بزاف. من بعد ما طاب ليا الطاكوس ديالي كيجي بهذا الشكل هذا محمر، كيجي الصراحه زوين. انا غادي نقلب هذه حقاش تحمرات، هانتوما كتشوفوا اللون ديالها كيجي زوين. انا غادي نحطهم في طبق التقديم وغتشوفوا الشكل النهائي ديالو. كان هذا هو الشكل النهائي ديال طاكوس ديال المقلات بعجينه سائله. صراحه كتجي زوينه بزاف ولذيذه، وغتولي هاد الوصفه عندكم معتمده الا جربتوها. الصراحه كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش عليا بلي لايك الا عجبكم هاد لا فيديو، خليو لي تعليق زوين ومحفز. وكنشكر الناس جداد والقدام اللي كتخلي لي دائما تعاليق زوينه ومحفزه. ولاول مره كيشوف القناه ديالي يدير الاشتراك وتفعيل الجرس باش يتوصل كل جديد. نتلاقى فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.